هو الذهب المصري فعلا فيه نحاس؟ تعالى وانا اقول لك. جات لي عميله بتقول ان هي جربت تبيع الذهب بتاعها في السعوديه، والبائع هناك قلل في سعره بحجه ان الذهب المصري فيه نحاس. طبعا دي اشاعه ملهاش اي اساس من الصحه، لان الذهب عباره عن عيارات. هم عندهم هناك في دول الخليج منتشر اكتر عيار 22 اكتر من 18، وما عندهمش اقل من كده، في حين ان احنا عندنا في مصر المنتشر اكتر هو عيار 21، وبرضه في عيار 18 وعيار 14. طب ايه قصة النحاس الزيادة ده؟ كل العيارات دي بيبقى فيها شوائب، سواء 22 او 21 او حتى ال 18، والشوائب دي هي اللي بتحدد الخصائص واللون للعيار في الاخر. يعني عيار 22 بيبقى لونه لامع شوية عن عيار 21، وده لان نسبة الذهب فيه اكتر من عيار 21، يعني لون 22 مختلف تماما عن لون 21. وفي الاخر العيارات هي نسب معينه ونسب ثابته، والشوائب بتبقى معروفه هي ايه. مفيش حاجه اسمها ان الذهب المصري فيه نحاس زياده. واكبر دليل ان مفيش فرق في الذهب ان شركه BTC اللي موجوده عندنا في مصر بتبيع نفس الجنيه ده هناك في دول الخليج، وتقدري تشتريه من هنا او تشتريه من هناك، وتبيعيه في الناحيتين عادي جدا. فما تسيبيش حد يضحك عليكي ويقول لك الذهب المصري نحاسه زياده. وبس كده. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.